تعال اكلمك عن جهاز في ناس كانت متخيله ومنتظراه وعامل قلق اليومين دول. والناس كانت متخيله ان الجهاز ده نازل في الفئه الاقتصاديه. من ساعه ما الجهاز نزل اتفاجئنا ان هو نزل في الفئه المتوسطه. تعالوا بينا مع بعض نتكلم ونشوف هل الجهاز ده يستحق ان هو يبقى موجود في الفئه المتوسطه ولا الفئه الاقتصاديه. معانا النهارده جهاز اوبو A6 برو 5G، الموبايل اللي اوبو بتحاول تثبت فيه ان الفئة المتوسطة هتقدر تاخد منها تجربة محترمة. فركز معايا كده لاخر الفيديو عشان هقولك على كل حاجة هنا بالتفصيل، من اول التصميم لحد البطارية العملاقة اللي هي فعلا بطلة العرض. خلينا نبدأ بالتصميم. من اول ما تمسك الموبايل في ايدك هتحس ان الجهاز متوازن جدا، ورغم ان الجهاز جاي ببطارية عملاقة 7000 ملي امبير لكن الجهاز وزنه يعتبر خفيف 190 جرام وسمكه قليل 8 مللي. وده مش جديد على اوبو، لان اوبو دايما بتتميز في كل جهاز جديد او كل سلسله جديده بتحاول ان هي تعمل ابداع وتصميم ونقشه ورسمه مختلفه عن كل جهاز بتنزله عن الاصدار اللي قبل كده. الفريم جاي فيه لمعه خفيفه بتدي شكل راقي للجهاز، وده انا شايفه جاي متناسق مع تصميم الكاميرات اللي جاي بسيط. لكن اللي هيخليني اقول عليه قوي في التحمل ان الجهاز جاي بشهاده عسكريه، والموبايل جاي بشهادات الاي بي 66 والاي بي 68 و69، وده معناه ان هو مقاوم للميه والغبار وحتى درجات الحراره العاليه. يعني مش بس ينفع تستخدمه وانت ماشي في المطر، لا هو هيعيش معاك ويستحمل في اصعب الظروف. ودي نقدر نعتبرها نقطه قوه في الجهاز، لان الفئه السعريه المتوسطه دي نادرا او شركات كتير ما بتهتمش ان هي تديك شهادات عالية زي كده. تعالوا بينا مع بعض هنتكلم عن نقطة قوة تانية بتميز الجهاز، وهي الشاشة. الجهاز جاي بشاشة اموليد بدقة فول اتش دي بلس وريفريش ريت 120 هرتز، وده معناه ان انت هتاخد تجربة مشاهدة حقيقية والوان مشبعة، سواء بتتفرج على اي محتوى او بتتنقل ما بين التطبيقات او حتى بتلعب جيمز. وكمان هنا السطوع بيوصل معاك لحد 1400 نتس، وانا اقدر اقول لك ان الرقم ده يعتبر مناسب في الفئه السعريه دي. الالوان هنا مشبعه جدا، وطبعا ده متوقع من الشاشات الاموليد. الاسود عميق والتباين ممتاز، حتى لو كنت بتشوف اي محتوى او افلام على الجهاز هتاخد تجربه ممتعه جدا. وتعالوا بينا يلا نروح على نقطه بتهم ناس كتير، وهي الكاميرات. في الظهر عندنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا تانية 2 ميجا بكسل خاصه بالعزل والبورتريه. والكاميرات دي بتدي اداء كويس جدا في الاضاءه الكويسه، والتفاصيل هتلاقيها واضحه والالوان طبيعيه ومريحه للعين. والجهاز طبعا بيعتمد هنا على المعالج، لان المعالج اللي جاي بيطلع صور شكلها لطيف حتى لو الاضاءه مش مثاليه. وبالنسبه للوضع الليلي الصور هنا تعتبر معقوله، ومش هقدر اقول لك ان هي الافضل، لكن بالنسبه للفئه السعريه بتاعته هنعتبرها بتدي اداء كويس. الكاميرا الاماميه بقى جايه 16 ميجا بكسل، ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الجهاز. الصور فيها وضوح حلو جدا وتفاصيل تعتبر حقيقيه، ولو انت من الناس اللي بتصور سيلفي او بتنزل ستوريز هتاخد نتائج كويسه هتكون راضي عنها. وفي تصوير الفيديو هتاخد جوده فول اتش دي 60 فريم في الثانيه، سواء للكاميرا الاماميه او للكاميرا الخلفيه. ده غير خاصيه الاندر ووتر اللي موجوده في الموبايل اللي هتقدر تصور بيها تحت الميه وهتاخد جوده صور كويسه. ونيجي بقى للبروسيسور. الجهاز جاي بميديا تك دايمنستي 6300 اللي هيدي لك اداء معقول واستهلاك طاقه قليل. البروسيسور ده هتاخد منه اداء كويس في المهام اليوميه، وفي لعبه زي ببجي الاداء كان ثابت والسخونه كانت كويسه جدا. يعني البروسيسور ده في الجهاز ده بالنسبه للناس اللي استخداماتها استخدامات عاديه هيبقى جهاز مناسب، لكن بالنسبه للجيمرز اقدر اقول لك ان البروسيسور ده مش موجه للجيمرز بشكل كبير. الموبايل جاي باندرويد 15 مع واجهه اوبو اللي بتدي لك استخدام سلس. وتعالوا بينا دلوقتي نتكلم عن البطاريه اللي تعتبر نقطه قوه كبيره في الموبايل. وزي ما قلنا في الاول بطاريه الموبايل جايه ب 7000 ملي امبير، يعني من الاخر وببساطه كده الجهاز ده بطاريته هتقعد معاك يومين لو انت استخدامك استخدام عادي، لكن لو انت استخدامك استخدام شاق هتقعد معاك يوم كامل. يعني الموبايل هيشحن معاك من 0 لحد 100% في 60 دقيقة بس. وعندك ميزة الشحن العكسي اللي موجودة في الموبايل، ان انت هتقدر تستخدمه كباور بانك لو معاك موبايل تاني، اللي هتحول بيها الموبايل كباور بانك لاي حاجة معاك تانية عايز تشحنها. وانا شايفك يا اللي ورا الشاشة وبتشوف الفيديو قاعد تقول في دماغك يعني انا جايب موبايل بكام الف جنيه كباور بانك، ما اجيب باور بانك تاني احسن. وانا جاي اقول لك
يا ناصح هي مش دي الميزه اللي انا بقولها لك علشان تشتري بيها الموبايل. انا بقول لك ميزه موجوده في الموبايل انت تستخدمها في الطوارئ بس مش اكتر. الموبايل متوفر بنسخه 8 جيجا رام 256 وتقدر ترفع الرام بتاعته لحد 16 جيجا. والموبايل متوفر بالضمان المحلي، صنع في مصر، زيرو ضرايب. وفي الاخر كده انا عايز اعرف رايك في الجهاز بعد المواصفات اللي انا قلتها. شايف ان الجهاز يستاهل ان هو يكون في الفئه المتوسطه ولا الفئه الاقتصاديه؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس. كان معاكم احمد خويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.